في قلب المحيط وسط مياه جليدية لا ترحب، وسجن يقال عنه أنه الجحيم على الأرض، وتحت أنف الحراس وكاميرات المراقبة، وداخل زنزانات محصنة بجدران فولاذية اختفى 3 رجال بدون أثر، لا دماء، لا جثث، ولا صراخ حتى، فقط صمت مريب ورسالة مرتجفة. هذه ليست قصة خيال، بل واحدة من أغرب وأجرأ عمليات الهروب في التاريخ البشري. الهروب من سجن الكاتراز، القصة التي حيرت ال FBI أكثر من 60 عاما. يعني يقال عن الكاتراز أنه نهاية وليس مجرد سجن، من يدخله يمحى من العالم. جزيرة معزولة محاطة بمياه جليدية وأسماك القرش وتيارات قاتلة وجدران لا يخرج منها إلا الموتى. منذ افتتاحه لم ينجو منه أحد إلا عام 1962. هنا يبدأ الجنون الحقيقي. فرانك موريس عبقري لا يصدق، صنفه الأطباء النفسيون كأعلى معدل ذكاء في هذا السجن. مخ خطير لا يسكن أبدا. جون وكلارنس أنجلون شقيقان محترفان في السطو، هادئان باردان ووجوه لا تبتسم، ولكن خلف تلك النظرات صبر كصبر الأفاعي. شهور طويلة كانوا يحفرون الحائط لا بأدوات هندسية بل بمعالق مطبخ، ليالي كاملة يقضونها في الصمت، يحفرون ويخبئون الغبار في جيوبهم ويغلقون الفتحة بكرتون مطلي عليها بنفس لون الجدار. لم يقفوا هنا، بل صنعوا رؤوس مزيفة من ورق وصابون وشعر حقيقي، جمعوا أكثر من 50 معطفا مطاطيا خاطوا بها طوفا بدائيا جاهزا للهروب عبر البحر. وفي ظلام دامس وهدوء يسبق العاصفة تسللوا خلف الجدران عبر فتحات التهوية عبر الأنفاق السرية ووصلوا إلى سطح السجن، ومن هنا قفزوا إلى البحر الأسود البارد وبعدها اختفوا تماما. في الصباح الحراس يفتحون الزنزانات كل يوم، ولكن هناك شيء غير طبيعي. الأسرة ممتلئة ولكن ليسوا بسجناء. الإنذارات تطلق والجزيرة تستنفر والقوات تنتشر، ولكن الحقيقة كانت أبشع من التوقعات. الهاربون اختفوا تماما. الهروب تم، ولكن الحقيقة ما زالت غامضة. هل نجوا من الهروب أم أنهم غرقوا في البحر؟ شاركنا رأيك في التعليقات.